خامس فيلم معانا النهارده، خامس ولا رابع مش فاكر. تعالوا يا جماعه نراجع مع بعض كده شويه الافلام اللي احنا اتكلمنا عليها. اتكلمنا عن فيلم الحريف، على جنب يا اسطى، فاصل ونعود، وفيلم ياباني اصلي. يبقى احنا كده اتكلمنا على 4 افلام. فدلوقتي ميعادنا مع الفيلم الخامس. الفيلم الخامس هنا هو فيلم فرش وغطا بتاع آسر ياسين. الفيلم ده نزل ما خدش حقه لان الفيلم كان بيدور عن قصة حقيقية واقعية، وكل الاحداث اللي فيه احداث بتحصل يوميا. ما كانش فيه اي دراما ولا كان فيه اي اكشن ولا كان فيه اي حاجة. فيعتبر ان الفيلم ده فيلم تسجيلي او ارشيفي او وثائقي، البوم نزل من زمان جدا لحاجه كده من التراث الصعيدي. البرين والصغير دول شيوخ كانوا بيغنوا كده حاجات ابتهالات وتواشيح واناشيد ووعظ وكده، هتلاقيهم موجودين على اليوتيوب وعاملين صدى جامد جدا جدا. كده اتكلمنا عن عن 5 افلام. سادس فيلم معانا النهارده هو فيلم كل الناس بتحبه، انا شخصيا بحبه جدا ومهما اتفرجت عليه مش بزهق منه، وهو سادس فيلم معانا في القائمه هو فيلم الليمبي اللي بالي بالك، او فيلم اللي بالي بالك بتاع الليمبي، بطولة محمد سعد، حسن حسني الله يرحمه، عبلة كامل ربنا يطول في عمرها. الفيلم ده من اجمل الافلام اللي انا شفتها حرفيا في حياتي كلها. فيلم بيدور حوالين حاجه كده خياليه شويه، ان في ضابط شرطه عمل حادثه، كان شغال مأمور سجن وعمل حادثه، فحطوا دماغه في دماغ واحد تاني اللي هو كان شبهه تقريبا كده، وهما الاثنين عاشوا حياه مختلفه ما بين واحد من عامه الناس او الليمبي، الى هيعيش بعقله جوه جسم ضابط اللي هو عايش حياه تانية خالص. الفيلم خفيف ظريف لطيف، وكان محقق ارباح رهيبه جدا ومسمع في كل حته ايام ما نزل. ونطلع بعد كده على المركز اللي بعده. انا هقول اي حاجه عشان انا مش فاكر يا جماعه، فهنطلع على المركز اللي بعده على طول، وهنتكلم بقى عن فيلم من الافلام الخطيره جدا. وبرضو احنا هنحاول في القائمه دي ما تكونش البطوله لنفس النجم. تقريبا كده زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا جبنا عادل امام في الحريف، اشرف عباقي على جنب يا اسطى، آسر ياسين فرش وغطا، احمد عيد ياباني اصلي، كريم عبد العزيز في فاصل ونعود، محمد سعد في اللي بالي بالك. طبعا في افلام كتير تانية بس انا برتجل لك دلوقتي، ممكن بعد كده نتكلم عن حاجه مختلفه، ممكن نرتب الموضوع بعدين، ده لو في اقبال او في حد مستني الشغل ده باذن الله تعالى في المستقبل. برضو من الافلام الجامده جدا جدا اللي انا بحبها جدا. الفيلم ده برضو ما خدش حقه، لكن لما اتفرجت عليه في التلفزيون لقيت الفيلم ده جامد بصراحه. هو فيلم لواحد انا مش بحب التمثيل بتاعه خالص ومش بحب تقديم البرامج بتاعته خالص، وهو رامز جلال. انا مش بكرهه شخصيا لكن انا مش بحب التمثيل بتاعه. هو عمل فيلم جامد جدا اسمه احلام الفتى الطائر. الفيلم ده انا شفته مليون مره وما زهقتش منه. الفيلم كان من بطولة رامز جلال وبتشاركه بشخصيتها الحقيقية نيللي كريم، وكان معاه ادوارد والفنان الكبير الراحل حسن حسني ربنا يرحمه، وطبعا الفنانة الكبيرة القديرة رجاء الجداوي الله يرحمه. نطلع بعد كده على فيلم تاني من الافلام اللي انا بحبها جدا، فيلم اسمه احلى الاوقات. الفيلم ده من بطولة حنان ترك وبتشاركها البطولة منة شلبي وهند صبري، ومعاهم خالد صالح الله يرحمه، وكمان برضو أمير كرارة اللي بقى نجم بعد كده، وكمان برضو عمرو واكد اللي هو انتهى فنيا في مصر وحاليا بقى بيمثل في أمريكا وأوروبا، وحاليا هو شغال ناشط سياسي ولا معارض سياسي ولا حقوقي سياسي ولا مش عارف هو شغال ايه بالظبط. ما علينا، احنا مالناش دعوة بالسياسة لأن السياسة نجاسة، احنا هنا جايين نقول كلمتين وخلاص.